هنبتدي أول حاجة بالفيروترون كبسول. والفيروترون بيحتوي على كذا مادة فعالة، وهما الأيرن أو الحديد، الزنك، الكبر أو النحاس، والفيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6 وبي 12، والفيتامين سي، والموليبيدينم، والبيوتين، والفوليك أسيد. والتركيزات اللي فيه بتمثل احتياجات الجسم اليومية على مدار اليوم، وهتلاقي التركيزات موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طب إيه هي بقى دواعي استعمال الفيروترون كبسول؟ أو إيه هي استخدامات الفيروترون كبسول؟ أول حاجة بيستخدم للعلاج والوقاية من الأنيميا أو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. تاني حاجة بيستخدم للبنات اللي بيفقدوا كميات كبيرة من الدم نتيجة الحيض أو النزيف أو بسبب إجراء عملية جراحية. كمان بيستخدم للشخص اللي بيعاني من نقص في التغذية، وبيستخدم كمان للناس اللي بتعاني من تساقط الشعر وبيحافظ على صحة الجلد والأظافر. كمان دكاترة النساء ممكن توصفه للحوامل والمرضعات وهو يعتبر آمن. وبرضه ممكن يوصف لعلاج النحافة وزيادة الوزن. طيب إيه هي الآثار الجانبية للفيروترون كبسول؟ أو إيه هي أضرار الفيروترون كبسول؟ أول حاجة ممكن يسبب غثيان وقيء. كمان ممكن يسبب تغير لون البول أو البراز. تالت حاجة ممكن يسبب اضطرابات في المعدة، وممكن يحصل منه إسهال أو إمساك. وخد بالك إن في أعراض نادرة في الحدوث، لكن لو حصلت لازم المريض يتواصل مع الدكتور أو المستشفى، زي مثلا نزول دم مع البراز، أو حدوث ألم عند البلع، أو إن الشخص يحصل له ألم في الصدر. طيب إيه هي موانع استعمال الفيروترون كبسول؟ أو مين الناس الممنوعة من استخدامه؟ أول حاجة في حالة وجود حساسية لأي مادة من مكونات الفيروترون. تاني حاجة المرضى اللي بيعانوا من قصور في الكلى أو وجود حصوات في الكلى. كمان ممنوع استخدامه للناس اللي بتعاني من زيادة في معدل الكالسيوم في الدم. كمان برضو ممنوع على الناس اللي بتستخدم أدوية فيها فيتامين دي. وخد بالك إن الدواء ده يتوقف فورا لو الشخص نزل دم في البول أو حصل تغيير للون البول. طيب إيه هي جرعة الفيروترون كبسول؟ أو إزاي نقدر نستخدمه؟ الجرعة الاعتيادية بتكون كبسولة مرة واحدة يوميا بعد الأكل، وفي بعض الحالات ممكن تزيد عن كده كمان بس بوصف الطبيب المعالج. والفيروترون كبسول بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 88 جنيه ونص للعلبة الواحدة المحتوية على 3 شرايط. والفيروترون يعتبر ملوش بدايل بنفس المادة الفعالة.